أنا بدأت في كلام في الأول وقلت إن في تاريخ العسكرية المصرية في محطتين لازم كلنا نخلي بالنا منهم، اللي هو استهداف الجيش. وأنا هي دي النقطة اللي أنا هبتدي بيها الكلام بعد ما خلصت الكلام دوت. في استهداف للجيش، وأنا لما قلت للسادة القادة وليكم كلكم إن إحنا لابد أن إحنا نتعامل مع بعض بأسلوب محترم وكريم بيننا وبين بعضنا، أنا كنت أقصدها. لكن الأدوات اللي هتشتغل في دي أنت قائد الكتيبة اللي هترحم النقيب والرائد وتتعامل معاه بشكل يليق. أنت قائد اللواء اللي هتتعامل مع ضباطك وصف ضباطك وجنودك. أنت قائد الفرقة اللي هتتعامل مع دول. أنا مش هقدر أبقى موجود معاكم كلكم في كل وقت. ده أنا بدي خط عام وبديك المثل. وعمري أنا عايز أقول لكم السادة القادة اللي موجودين قدامنا في ناس كتير منهم أقدم مني. أنا والله ما بحس أبدا منهم إلا بكل احترام وتقدير. وأنا يعني ما أقدرش أتعامل مع أي حد أكبر أصغر إلا بكل احترام وتقدير. أنا بتكلم بجد. إزاي إحنا مش عارفين نحترم بعض بقى؟ إزاي إحنا مش عارفين نحترم بعض؟ إزاي إحنا بنعمل كمان لبعض؟ زميلك لا أقدم منك أو القائد بتاعك أقدم منك بيكلمك وتجاوز، بتقفش ليه كده؟ طب هحكي لكم حكاية والله ده حصل معايا.